كاينين دول كتختفي فصوت المعارك فالدم فالنيران فالصراخ، وكاينين دول أخرى كتختفي فالصمت. ما كاين لا غزوة استعراضي، لا هزيمة بطولية كبيرة، لا مقاومة أخيرة مجيدة، غير امتصاص بطيء شبه إداري شبه نظيف، بحال إلا التاريخ وقع ورقة ختم مرسوم وسد الصفحة ومشى اللي بعدا. باش نفهموا الجيوسياسة ديال اليوم خاصنا نقبلوا حقيقة بسيطة: العالم ما كيخدمش غير بالغزو العسكري، كيخدم بالنفوذ، بتكوين النخب، بالتبعية غير المرئية. مملكة تقدر تبقى واقفة، يبقى عندها العلم ديالها، الملك ديالها، المدن ديالها، ومع ذلك تكون خسرات الأساس ديالها بالفعل. اليوم غادي نهضروا على مملكة قديمة في شمال إفريقيا، مملكة أقل شهرة من روما ولا قرطاج، ولكن المصير ديالها فيه درس كبير. مملكة ما طاحتش تحت ضربات عدو، ولكن دابت في الإعجاب بإمبراطورية أقوى منها. غادي نهضروا على يوبا الثاني، على أمير تشد أسير، على ملك تربى عند المنتصرين ديالو، على دولة كانت كتحس براسها سيادية وهي كانت فعليا تابعة. وغادي نفهموا كيفاش الإنسان يقدر يخسر الحرية ديالو بلا حتى يحس، حيت أحيانا أخطر هزيمة ماشي اللي كتوقع في المعركة، ولكن اللي كتدخل للعقل. كل شيء بدا بهزيمة. في 46 قبل الميلاد، يوبا الأول ملك نوميديا وحليف بومبي واجه يوليوس قيصر، راهن على المعسكر الغلط. قيصر ربح، الملك المهزوم انتحر باش ما يعيشوش الإهانة. المملكة تكسرات، والولد ديالو اللي كان باقي صغير تشد أسير، ما تقتلش، ما ترماش في زنزانة، تدار لروما. داروه في موكب النصر ديال قيصر كغنيمة حية، أمير إفريقي معروض في قلب عاصمة العالم. فداك اللحظة ما بقى وارث مملكة ولا رمز لانتصار روما. ولكن روما ما كتدمرش دائما اللي كتغلب، كتبدلهم. يوبا الصغير تسلماتو الأرستقراطية الرومانية، تعلم اللاتينية، تعلم اليونانية، قرا الفلسفة، البلاغة، التاريخ، دخل دوائر السلطة، كبر فضل أغسطس، حتى تزوج كليوباترا سيليني بنت مارك أنطوان. وكليوباترا ما ولا غير حليف لروما، ولا منتوج ديال روما. وهنا كتبدا التحول حقيقي، حيث الامير اللي كيتخطف من شعبه يقدر يرجع على راس الجيش، ولكن يقدر يرجع حتى وهو مسلح بعقليه جديده. منين قرر أغسطس يركبوا على عرش موريتانيا ما كانش كرام، كانت استراتيجيه امبراطوريه. روما ما كانتش محتاجه تبعت جيوش دائمه، الا كانت تقدر تحكم بملك وفي مثقف ممتن. يوبا الثاني رجع لشمال إفريقيا ملك، ولكن رجع متكون في مدرسة روما. ومن هنا الغزو ما بقى عسكري ولا ذهني. منين رجع يوبا الثاني لموريتانيا ما رجعش غير متعلم، رجع متحول. كان كيفكر باللاتينية، كيقيس الأمور بمعايير روما، كيعجبو النظام الروماني، كيعجبو الترتيب ديالو، الهيكلة ديالو، التنظيم ديالو. ومع الوقت هاد النظرة ولات هي القاعدة في قمة المملكة. وهنا وقعت النقلة، شعب يقدر يحتفظ بالأرض ديالو، باللغة ديالو، بالتقاليد ديالو، ولكن إلا اللي كيسيروا البلاد بداو يشوفوا وطنهم بعينين إمبراطورية أجنبية، فالهزيمة راه بدات بالفعل حتى إلا ما بانش. موريتانيا ما خسرتش حيت تغزات، خسرت حيت المركز الذهني ديالها تبدل. النخب ما بقاتش كتفكر اولا كموريتانيا، ولات كتفكر كرومانيا، كتعجبها روما، كتقتدي بروما، بغاو يشبهوا لروما. ومن هنا ولات الهرميه ضمنيه، روما ولات المرجع، النموذج، المعيار. السياده بقات قانونيا، ولكن حضاريا بدات كتذوب. ما كانش خيانه مقصوده، كانت اعجاب في المكان الغلط، كانت ادماج فكري، هزيمه حضاريه متقبله بلا وعي. وهذا الشيء اقوى من اي جيش، حيث الجيش تقدر تقاومه، ولكن العقليه صعيب. على مدى عقود كل شيء كان باين خدام. موريتانيا مستقرة، كتتاجر، كتمدن، كتتبنى معايير المتوسط الروماني. تحت حكم يوبا الثاني ومن بعده ابنه بطليموس ما كان حتى شي مؤشر على مملكة قريبة للانهيار. ومن بعد فجأة كل شيء وقف. في السنة 40 ميلادية الإمبراطور كاليغولا عيط لبطليموس لروما، رسميا باش يكرمه، فعليا باش يقضيو عليه، وتعدم. وبعد شهور قليلة روما ضمت موريتانيا وولات مقاطعة إمبراطورية. ولكن اللي مدهش ماشي الضم، اللي مدهش هو غياب الرد. ما كانتش حرب استقلال كبيرة، ما كانش انتفاض جماعي، ما كانش مقاومة بحجم مملكة كتفقد السيادة ديالها. علاش؟ حيث في الحقيقة موريتانيا ما تضماتش داك النهار، تضمات قبل بزاف، ماشي ترابيا ولكن ذهنيا. النهار اللي النخب ديالها بداو يفكروا بمعايير امبراطوريه خارجيه، النهار اللي امن المملكه ولا معتمد على حمايه طرف اخر، النهار اللي مركز الثقل الاستراتيجي والحضاري خرج من الداخل، السياده الحقيقيه
كانت ضاعت. الضم غير وثق واقع قديم، ما كتمردش ضد حاجه راك دمجتيها داخلك، ما كتدافعش على سياده ما بقيتيش كتحسها ديالك بالكامل. موريتانيا ما طاحتش في الدم، نزلقت داخل الامبراطوريه، ومنين روما قررت انها ما بقاتش محتاجه ملك تابع، ما بقاتش عند المملكه عمود فقري مستقل باش يقول لا. الدرس ديال موريتانيا ماشي هو نرفضوا الخارج، هادي قراءة سطحية. التاريخ كيورينا ان الشعوب اللي كتقدم هي اللي كتعرف تلاحظ، كتعلم وكتكيف. اليابان في حقبة ميجي درسات الغرب، نقلات التكنولوجيا ديالو، حدثات الجيش ديالها، اصلاحات الاداره ديالها، ولكن عمرها ما بطلات تكون يابانيه. الصين المعاصره امتصات ادوات الراسماليه العالميه، ولكن خلات مركز القرار ديالها داخلي. الاقتباس ماشي خضوع، المشكل كيبدا منين الاعجاب كيولي اغتراب، منين التعلم كيولي تبعيه، منين التقليد كيولي محو. الخطر ماشي انك تعلم لغه اجنبيه، الخطر هو تعتقد انها افضل من لغتك. الخطر ماشي انك تقرا برا، الخطر هو تحسب ان كل ما كيجي من برا عنده شرعيه اكبر من اللي كيجي من بلادك. الخطر ماشي انك تلتقي وتقدر شعوب اخرى، الخطر هو تعتقد ان الاتحاد مع الخارج اهم من الاتحاد مع ابناء بلدك. هنا كتوقع النقله الحضاريه. موريتانيا ما اختفاتش حيت حدت الاداره ديالها، اختاف حيت المركز الديني ديالها ما بقاش مستقل، حيت المرجع ديالها ولا خارجي. ما كتبدلش الفريق ديالك غير حيت خاسر المباراه، وما كتجريش مباشره للمعسكر الاقوى غير حيت هو ربح اليوم. سهل تصطف مع المنتصر ديال اللحظه، صعيب تخول اللي انت عليه حتى وانت ضعيف. الوطنيه الحقيقيه ماشي غرور وماشي رفض للعالم، هي القدره انك تتعلم من العالم بلا ما تدوب فيه. شعب يقدر يتبنى تقنيات الاخرين، ولكن الا فقد العمود الفقري الذهني ديالو راه كيحضر لاختفائه. النهار اللي شعب ما يبقاش هو المرجع ديالو كيولي قابل للاستبدال.